صباح الفل، ان شاء الله تكونوا بخير. اتكلمنا قبل كده في فيديو سابق عن موضوع الساحل ولا السخنه. كويس. في بس حاجه عايز اضيفها لحضراتكم، احنا كنا اتكلمنا فيه مطولا يعني، وفي ناس اتكلمت فيه كلام مغلوط وحاولنا نصلحه، ولكن في حاجه مهمه جدا حابب اضيفها، كنت اتكلمت فيها مع حد من يومين وحابب اضيفها لحضراتكم، يمكن تكون مفيده ان شاء الله. الا وهي الخدمات. يعني احنا دايما بنقيس الساحل دلوقتي بمشاريعه بطاقته اللي شغاله كامل طاقه، بحد كان بيقيس السخنه دلوقتي اللي هي تقريبا مشاريعها الكويسه قليله جدا. كويس. الفتره اللي جايه ان شاء الله مع تسليمات المنتج جلاله وتسليمات مجاده وتسليمات بيماونت والشغل اللي هيتعمل في تلال وجبال، المنطقه اللي هي الجديده كلها، يعني مع اي تحفظ ليه على اي مشروع، ولكن كل مشروع ليه جماله وحلاوته يعني. فالحته دي هتبقى عامله زي ما كنا بنقارن الساحل القديم دلوقتي بالساحل الجديد دلوقتي، كانك انت دلوقتي بتعمل بالظبط، بتقارن السخنه بالساحل. لا، قارن لي الساحل القديم بالسخنه دلوقتي. انا هاخد من حضرتك الكلام ده، هقول لك صح، عندك حق، انما ما تجيش تقارن لي المشروعات الجديده اللي طالعه في السخنه مع المشروعات الحاليه في الساحل. دول ينفع نقارنهم ببعض، هيبقى في خدمات، في اكتيفيتيز، يعني انشطه، نقدر نعمل انشطه بقى، اذا كانت هتبقى للاطفال، للحفلات، للخدمات اللي فيها المطاعم والكافيهات والحاجات اللي احنا بنحب نستخدمها. هي كده ما كانتش موجوده. القديم كان الصايع بتاعهم عنده سوبر ماركت بيحب يجيب منه مكرونه وبانيه، ده افظع واحد، روح اكل منه اكله سمك. ده بالظبط شأن الساحل القديم، المنطقه ما قبل مارينا. مارينا لما طلعت بخدمات بقى وحفلات وبتاع، الدنيا بدأت ايه تظهر، بدأت الناس تاخد بعد مارينا، الدنيا تكبر شويه، مشروعات جديده تحط لمسه كويسه في المكان. الكلام بدأ يعيش. انما حضرتك لو رحت عشت في الساحل القديم من سنتين، والله تتوحد، ما فيش شويه بحر وما يتنزلوش كمان، يعني البحر هناك ممكن ما يتنزلش من كتر ما هو خطر. فانا ما بقولش الساحل وحش ولا السخنه احلى ولا العكس، لكن انا بقول لحضرتك ان لازم عشان نقارن ساحل بسخنه، قارن لي ساحل قديم بسخنه قديمه، وقارن لي ساحل جديد بسخنه جديده، والجلاله والمنطقه اللي طالعه دي. فدول كلمتين بساط، اتمنى يكونوا واصلين لحضراتكم، وان شاء الله باذن الله يكونوا على تواصل دايما. شكرا لحضراتكم. الارقام في اخر الفيديو. السلام عليكم.